كريستال. السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل كنافة بالجلاش، حاجة كده بجد قمر. هنحط الكنافة في الفريزر، وأول ما تجمد كده شوية هنطلعها ونحطها في الكبة عشان تتفرم معانا بسهولة. ممكن نقطعها بإيدينا بس الأحسن في الكبة. لازم الكنافة تبقى مجمدة عشان تتفرم معانا بسهولة، وهتبقى بالشكل ده كلها سوا واحد. وهنحضر طاسة على النار ونحط معلقتين زبدة وننزل عليهم بالكنافة ونقلبهم كويس جدا، بس اهم حاجة نقلب كتير عشان خاطر ما تتحرقش معانا. هنقلبها كده تقليب مستمر لحد ما لونهم يبقى ذهبي. لحد ما نوصل للدرجة دي، وهنسيبها على جنب تبرد. وهنحضر حلة على النار وكوباية سكر وعليها كوباية مية نفس المقدار، وليمونة، ونسيب السيرم على النار. وهنحضر صينية وندهنها مادة دهنية، وهنطلع الجلاش لفوق. وحتى لو متقطعة معانا فاحنا هنرصها كده الرصة دي عشان نلفها رول. وهنطلع زبدة من التلاجة او سمنة تكون بحرارة الغرفة عشان خاطر تبقى سهلة معانا في الدهن. وهندهن الجلاش بالزبدة ونحشيه بالكنافة. وهنلفه كده رول بالشكل ده. وهنرصهم في الصينية، نعملهم كلهم بالطريقة دي وهنرصهم في الصينية. هنجيب سكينة وندهنها بالزبدة كده عشان يبقى سهل معانا في التقطيع. ما تخافوش، الكنافة مش هتطلع من الجلاش. وهنقطعهم كده بالطريقة دي. واخر حاجة هندهن الجلاش كله بالزبدة عشان يبقى لونه ذهبي كده وحلو ومقرمش. بلفة جلاش واحدة عملنا بس الكمية دي كلها. بجد طريقة سهلة جدا، وجربيها هتعجبكم. وهيطلع باللون ده، وهو سخن كده هنرش عليه السيرم، بس السيرم يكون بارد. بجد طعمه لذيذ جدا. يا ريت تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي ايه رأيكم وتكتبوا لي في الكومنتات. بجد ببقى مبسوطة بالكلام القمر بتاعكم. واحلى صينية جلاش بالكنافة.